السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني يا جماعة كده في مخلل الزيتون. اللي ما شافش الجزء الأولاني من مخلل الزيتون يا ريت يروح يشوفه، عشان احنا كنا مخلينه في عصير ليمون الحامض ومحلول الملح. دلوقتي المرحلة التانية اللي انتوا شايفينه كده، شايفين الأول اللون بتاعته، لون اللمعة بتاعته ده غير طعمه يا جماعة، زي بتاع المصانع بالظبط. أسرار أول مرة هتتقال، اسمعي للفيديو بجد هيبهرك النتيجة في الآخر. شايفين اللون وشايفين كمان الزيتون المتقطع شرايح بتاع البيتزا، ولا اتهرى ولا أي حاجة، ده يقعد معاكي سنة وأكتر. حتى الفلفل اللي انت شايفاه، الفلفل المخلل البلدي، برضو محتفظ بقرمشته وجميل جدا، بجد تحفة. اسرار المصانع يا جماعة، الجزء الثاني من مخلل الزيتون. اول حاجة هنصلي على النبي، واول حاجة انا جايبه 2 كيلو من الفلفل البلدي. الفلفل دوت ولا حار ولا حامي، انا بجيبه كده حرارته حلوة عشان عندي اطفال، تمام. وفي ناس ما بيحبوهوش، ما بيحبوش الحاجة الحارة. بعد كده ما جبته كده وكمان قبل ما يعني قبل ما اجيبه واغسله يعني وانا بشتريه، لازم اجيب الفلفلايه الجامده، ما اجيبش الطريه. لو جبت الطريه الدبلانه هتتهري معايا في التخليل. فطبعا بجيب الفلفلايه، بمسكها كده جامد كده، الاقيها كده ماسكه روحها. بعد كده بجيبها واغسلها كويس زي ما انتوا شفتوا كده، وبعد ما غسلتها كويس بصفيها حلو من الميه. بقول لك الفلفل اهو، في منه صغير وفي منه متوسط، ما تجيبيش الفلفل الكبير قوي. شايفه الفلفليه الصغيره دي جميله جدا، يا ريت كنت لقيت منها، بس لقيت طبعا الحجم اللي هو ده المتوسط والحجم الصغير. طبعا اول حاجه بفتح لها فتحه كده، المخليه فتحه بسيطه خالص، لازم تفتحي لها فتحه كده يا جماعه بسيطه، ما تفتحيش فتحه كبيره عشان مش تتهري. وعشان يا جماعه كمان في ناس مش بيفتحوا للفلفل، لو ما فتحتيش فتحه بسيطه كده الفلفل هيتفجر معاكي، وهتلاقيه شرب ميه وكده واسود ومش بقى حلو. فلازم تفتحي له فتحه بسيطه كده زي ما انت شايفه، مش تفتحي فتحه جامده، لا، فتحه حاجه بسيطه. بعد ما فتحناه هنجيبه دلوقتي المحلول الملح اللي انا بقول لك عليه. بس قبل محلول الملح، انا كان عندي يا جماعه كنت مخلي المشكل اللي هو كان بتاع السنه اللي فاتت في رمضان، فكنت جايب البرطمان بصفي الميه يعني واغسله. لقيت الثلاث زيتونات الكلامات اللي انتوا شايفينهم جامدين وانا بمسكها، وواحده تفاحي، زيتونه تفاحي، وواحده ليمونه. شايفه الزيتونه التفاحي بمسكها جامده ازاي وباكل منها، بقول بتجرش معايا، مستويه وماسكه روحها ما اتهرتش. حتى الزيتون الكلامات انتوا شايفينه بنفسكم ماسك نفسه ما اتهراش. عشان الناس اللي بتقول لي ده هيقعد معانا سنه، هيقعد معاكي سنه واكتر، اهو قعد معايا سنه واكتر. انا بقول لكم اهو، سبحان الله. فعلا يا جماعه الطريقه دي تحفه، دي طريقه المصانع الصح، جربوها وانتم بنفسكم هتدعوا لي عليها باذن الله. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده، هنعمل بقى ميه المخلل البلدي اللي بنسميها كده ميه ترشي. جبنا كده 2 لتر من الميه عادي من حنفيه، انا ما بغليش الميه يا جماعه عادي، وحطيت لهم كوبايه ملح في حدود الماشين بميزان 200 جرام من الملح، يعني 8 معالق ملح كبار على 8 كوبايات ميه. كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح كبيره عشان نكون متفقين. حطيت بعد كده معلقه كبيره من البابريكا، ومعلقه كبيره من الكمون المطحون، ومعلقه كبيره من الكزبره المطحونه، ومعلقه كبيره من السكر. بتدي توازن المخلل، ميه المخلل للترش بتخليه جميل جدا، بس ما نكترش. بعد كده حطينا قرنين من الفلفل اللي هو الاحمر اللي انتوا شايفينه، اي نوع فلفل يكون احمر بس يكون بارد عشان خاطر اولادكم، تمام. الحاجه الحاميه، الفلفل لو حامي يخلي المخلل معاكي حامي. بعد كده جبناهم وفرمناهم. ممكن تجيبي الفلفل اللي هو الرومي الكوبيبه دوت وتجيبيه وتغسليه الاحمر، ايه بيدي سكره حلوه قوي للمخلل، وتفرميه وتحطيه. بعد ما فرمناهم وحطيناهم، حطينا نص كوبايه من الخل اللي انتوا شايفينه، وربع كوبايه من عصير الليمون برضو اللي انتوا شايفينه ده، تمام. بيخلي طعم ميه المخلل جميله جدا. بعد كده يا جماعه جبنا بعد كده البرطمان يكون نظيف كده ومتشطف كويس جدا، عادي بشطفه ميه من حنفيه عادي، اهم حاجه ما يكونش فيه ريحه. بس يا جماعه انا دلوقتي جبت البرطمان نيمته كده، وبعد كده ابتديت كده هو نايم كده، ابتديت ارص فيه الفلفل واحده واحده جنب التانيه بهدوء كده ومش بالطريقه عشوائيه، عشان لو حطيته بطريقه عشوائيه هيفضل كده فيه فراغات من الميه تنزل لتحت والفلفل هيطلع لفوق. لكن لما نرص كويس نملى البرطمان صح زي ما انتوا شايفينه، وبعد كده ننزل الميه كده يا جماعه تتغمر كويس جوه الفلفل، يطلع متماسك وجميل زي بتاع المصانع بالظبط وجميل. شايفين كده منظر الفلفل بتاعي كده وانا بنزل فيه الميه البلدي بتاعتي، بجد يا جماعه هيطلع معاكم زي بتاع المصانع، والقرمشه واللون الذهبي الاصفر، ما فيش كركم، ما فيش اي حاجه انا بحطها، هو بياخد اللون الطبيعي الاصفر الطبيعي. وهنا اهم حاجه بقى مرحله الكبس يا جماعه، مرحله الكبس ديت اهم حاجه في الفلفل. دلوقتي بعد ما ملينا البرطمان بتاعي الميه البلدي بتاعتنا، جبت كده غطا، اي غطا عندك يكون لين على قد البرطمان، ما فيش غطا، ممكن علبه زبادي، كوبايه، اي حاجه. مرحله الكبس دي اهم حاجه، هي اللي بتخلي الفلفل بتاعك لونه كده يبقى اصفر كده ومقرمش وحلو. لكن لو ما عملتيش الكبس ديت بتخلي كده الفلفل بتاعك يطفو لفوق على فوق الوش،
وبعد كده تلاقيه يسود كده ويبوظ منك. لكن كده بالطريقه ديت هتخلي الفلفل يتغمر معاكي في الميه المخلل البلدي ويطلع معاكي لونه ذهبي وجميل زي بتاع المصانع بالظبط. شايفه انا بقول لك، وخلي بالك هنقفل عليه. بقول لك علبه الزبادي والكيس، علبه الزبادي ممكن تغطي بيها تكبسي بيها، والكيس ده ملهوش عايزه برضو بينفس مهما تحط كيس. عايزه اقول لك انا هقفل على البرطمان دوت، هيدنيه حوالي من 5 ايام ل7 ايام تاكلي منه بجد، هيبقى زي بتاع المصانع وطعمه هيبقى تحفه ويجنن وهتدعي لي عليه. عايزه اقول لك ان في حد كان عندي ما قدرش يقاوم ميه الطرش نفسها وشربها، بس انا عايزه اقول لك اوعي تعملي كده، يعني حاجه كده بسيطه كده بس بجد هتدعوا لي والله يا جماعه. دلوقتي جبنا بقى ايه الزيتون بتاعنا اللي احنا هنخلله المرحله الثانيه من التخليل بتاع ايه المصانع. كنا مخلينه الاول المرحله الاولى في الليمون الحمضي اللي هو عصير الليمون والايه والميه ملح. تمام، ارجعوا للفيديو الجزء الاولاني ضروري يا جماعه. دلوقتي انا بقول لك اهو، شايفه ميته ولا اسود ولا تهرى ولا اي حاجه وماسك نفسه كده، هو كده استوى معاه. المرحله الثانيه بنفضي بقى ايه البرطمانات اللي انت شايفاها دي من الزيتون اهوت كله. بعد كده ببتدي اصفيه من محلول الحمض اللي احنا كنا مخلينه فيه في الجزء الاولاني. ارجعوا له يا جماعه. تمام، ارجعوا للجزء الاولاني، احنا كنا مخلينه يوم 23/8 وقلنا هنفتح عليهم 23/10. تمام، بس انا يا جماعه بصراحه فتحت عليه قبلها بفتره عشان ايه زي ما انتم شايفين ان انا ايه اكمل معاكم التصوير. بس عايزه اقول لكم ان ما شاء الله فتحت عليه جاهز ومستوي وجميل جدا. دلوقتي بقى ايه زي ما انتم شايفينه كده، هو طلع جميل زي ما انتم شايفينه مستوي والمراره خلصت خلاص منه. ابتديت بعد كده اصفيه من المحلول الحمض اللي كان فيه حلو، وبعد كده جبت له ميه اشطفه تشطيفه واحده بس عادي، ميه من الحنفيه زي ما انتم شايفينه، يعني غسلته غسله ميه كده من الحنفيه عادي. لو في قشر ليمون توم ولا حاجه انا بشيله بعد ما غسلته كمان وصفيته حلو بالمصفى. اهم حاجه تغسليه بالميه عادي من الحنفيه وتصفيه حلو. بعد كده بقول لك كمان ادي الزيتون المخلي شرايح انا كنت عاملاه معاكم برده، هصفيه برده وهديله تشطيفه عادي ميه من الحنفيه. تمام، زي ما انتم شايفينه اديني برده صفيت الميه منه الحمضيه اللي هي من اللي كانت العصير الليمون الحمض، وحطيت له ميه جديد من الحنفيه واديته تشطيف. بعد كده جبت البرطمان بتاعي عادي يا جماعه، انا شطفته تشطيفه كده، واهم حاجه ما يكونش ليه ريحه زي ما انتم شايفينه يكون ناشف. بعد كده حطيت الزيتون، وبقول لك الزيتون بتاعي جامد اهو حتى بعنقوده، يعني مش طيري ما بصي، بالعكس المراره بتاعته راحت واستوى معايا وبقى زي الفل. هنيجي لمرحله التعبئه اللي هي بتاعه المصانع اللي هم بيبتدوا بقى المرحله دي بيبتدوا يعبوا. شايفه بقول لك الزيتونه البيضه ديت شوف لونها عمل ازاي، مش ده اللي بتلاقيه في المصانع البالون كده لون بني كده جميل. شايفه بقول لك بخبط لك جامد، هعمل لك ايه انا اجيب لك شاكوش اكسره لك، يعني معنى كده ان هو استوى بس في جرشه يعني جميل جدا مش اتهرى. تمام، وادي كنتوا شفتوا انا عماله اخبط فيه زي ما انتوا شايفينه كده. بجد هتدعوا لي على المخللات دي يا جماعه، اسرار مصانع اسرار مصانع. اللهم صل على النبي. دلوقتي بعد ما عبيناه طبعا انا عبيت البرطمان ده كده زي ما انتوا شايفينه كله. الجزء اللي هيتبقى في الطبق ده انا هاخده دلوقتي هعمله بميه الترشي اللي احنا خلينا بيه، اللي هي الميه الفلفل اللي هي في الاول اللي انتوا شفتوها. اما دلوقتي انت هتعملي ايه هقول لك انا بقى. دلوقتي اهم حاجه ركزوا معايا يا جماعه. دلوقتي انا هخلله في محلول ملح بس، بتوع المصانع بيعملوا كده وبيعبوه في مرحله التعبئه ويبيعوه بقى ايه للمحلات. ايه عباره عن ايه؟ ميه وملح بس، وميه عادي من حنفيه ولا مغليه ولا اي حاجه عادي. على كل لتر من الميه 4 معالق ملح، يعني كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح كبيره في حدود كام 22 جرام معلقه الملح، يعني كام 100 جرام من الملح. يبقى لتر الميه هياخد معانا 100 جرام ملح، يعني نص كوبايه ملح من المج اللي انتوا شايفينه عليهم كام لتر ميه، يعني 4 مجات ميه عليهم نص كوبايه ملح او 4 معالق ملح، على كل كوبايه معلقه ملح. تمام، بالموازين لتر الميه هياخد 100 جرام من الملح. ما نكترش عشان احنا في الجزء الاولاني ارجعوا له تاني وبكرر تاني كنا حاطين في الجزء الاولاني 150 جرام من الملح كوبايه الا ربع، اما هنا بنقلل الملح بس. اهم حاجه نقلل الملح اللي هو ايه نقلله اللي هي 50 جرام، نحط 100 جرام بس، ودي النسبه المطلوبه للمحلول الملح اللي هو خلاص كده الزيتون استوى بياخد نص كوبايه ملح على لتر الميه. تمام، انا حطيت 2 لتر من الميه عليهم كوبايه ملح في حدود ال 200 جرام، بنقلبهم وندوبهم حلو. ما تكتريش الملح عن كده، لو كترت الملح عن كده او قللتيه عن كده بيهري معاك الزيتون. يبقى كل لتر ميه عليه 100 جرام من الملح، يعني نص كوبايه ملح، يعني 4 كوبايات من ايه الميه. تمام، على كل كوبايه ميه معلقه ملح. وبكرر تاني اهم حاجه محلول الملح، هو ده سر المصانع، ميه وملح وبس، اذا كان ملح خشن او ملح ناعم يا جماعه. وانا بكرر تاني. تمام، دي بقى ايه الميه اللي هي بتاعت الميه البيضاء اللي بيعبوها مرحله التعبئه وبيبتدوا يوزعوها على المحلات والسوبر ماركت. طيب هما بعد كده بيعملوا ايه تاني؟ لو انت بقى عايزه تعمليها بقى ميه ترشي انا جايلك دلوقتي هعمل لك برده كده زيتون برده بالميه الترشي او الميه البلدي اللي احنا خلينا بها الفلفل. تمام، دلوقتي شوفي
انا دلوقتي برضو اهم حاجه المرحله التانية مرحله الكبس. الكبس دي اللي هتغمر معاكي الزيتون لتحت، مش هتخليه يطفو لفوق، عشان تخليه كده هوت ما يسودش ولا يتهر ولا اي حاجه. الكبس ده ضروري. علبه زبادي، كوبايه، اي غطا عندك يكون لين يبتدي يخش كده وتغطسي فيه مرحله الكبس. اللي بقول لك الكيس مش هيعمل اي حاجه، الكيس دوت حاجه كده هم بدعوا فيها. الكيس بايه؟ بقول لك الغطا ده بينفس، الخرم بتاعه ده بينفس، لو حطيتي الكيس برضه هينفس، الهواء هيخش له. تمام. فانت اهم حاجه اكبسيه. لو كبستيه وحطيت له غطا زي كده بينفس، حتى مش هيجرى له حاجه من كبساه. تمام. مفيش اي حاجه. ان هم في المصانع بيعملوه عادي في براميل وغطيان عاديه يا جماعه. تمام. دلوقتي بقى بقول لك جبت البرطمان تاني الصغير، وطبعا جبت الزيتون المخلي اللي احنا عملناه شرايح، كنا في الجزء الاولاني برضو انا شطفته محلول الحمض بتاعه ميه من حنفيه عادي مره واحده وصفيته حلو. ببتدي اعبيه في البرطمان، وبرضو هجيب له المحلول الملح بتاعي. على كل لتر من الميه 4 معالق من الملح، يعني نص كوبايه ملح. 100 جرام ملح عليهم لتر ميه. كل كوبايه ميه عادي يا جماعه من حنفيه عليها معلقه ملح عادي، وما تخافيش من اي حاجه. مرحله الكبس دي ما بتخليهوش ولا يعفن ولا يجيله ريم ولا اي حاجه. اهم حاجه هتسيبيه في التخليل ده 7 ايام في الميه دي، تاخد وتدي معاه. بعد كده تقدري تاكلي منه على طول. دلوقتي بقى يا جماعه انا جبت برطمان تاني كده فاضي كده عشان اجهز معاكم ميه الترشي، وهنضيف فيها كده شويه زيتون من انتوا شايفينه متبقي دوت، وشويه فلفل عشان نعمل مخلل البلاد المشكل. وقبل كده كنت عامله معاكم فيديو للمخلل المشكل، ارجعوا له. عايزه اقول لك ميه الترشي ريحتها جميله جدا وطعمها يجنن. عايزه اقول لك مخلل المشكل ده هيقعد معاكي بس شهر واحد، اكتر حاجه شهر واحد، عشان هو فيه خل يا جماعه. وطبعا كل ما نعوز نعمل مخلل مشكل ناخد حبه زيتون من ميه محلول الملح، اللي هو الميه والملح اللي هو شايفين البرطمان اللي هو الزيتون اللي احنا كنا مخللينه بميه وملح، يفضل معاكي سنه. ممكن تاكليه كده عادي، تطلعيه وتاكليه كده من غير ما تحطيه في ميه مخلل ولا ميه ترشي، تاكليه كده عادي لو انت حابه. لو عايزه تطعميه بتطعميه طبعا في ميه الترشي، بس قلت لك ميه الترشي في المخلل الزيتون هيقعد معاكي بكتير شهر، عشان ممكن يتهري عشان فيه خل. تمام. وطبعا ما ينفعش ان احنا نخلل معاه شرايح الزيتون دي، عشان شرايح الزيتون دي مش هتستحمل الخل، هتهري. لكن لو هتعمليه في رمضان اعمليه قبل رمضان بحوالي 20 يوم. الزيتون في الميه اللي هي بالميه والملح على قدك وعلى قد اسرتك، واعملي بيه مخلل مشكل. ميه الترش هيطلع معاك طعم خرافه. فين الزيتون يا جماعه والفلفل فتحت عليه بعد 7 ايام. جربوا الطريقه دي بجد روعه زي بتاعه المصانع بالظبط. واهم حاجه ما تنسوش اللايك ودعوه حلوه. انا خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.